النهارده انا جايبه لكم مكان جماله ما يتوصفش، هتقضوا اليوم كله هناك ضحك ولعب واكل وشوبينج كمان. مكان كله زرع وخضره واجواء ريفيه جميله جدا. المكان ده هتقدروا تشتروا منه اللحوم والدواجن ومنتجات الجبن والألبان إنتاج مزارعهم وبأسعار مش هتلاقيها في أي مكان تاني. مش بس كده، وكمان تقدروا تاخدوا أولادكم يستمتعوا بحديقة الحيوان والكيدزي إريا، هيلعبوا مع النعامة والغزلان والنسانيس كمان. وعندهم كمان مكان مخصص لركوب الخيل. قد إيه الخيول لطيفة وكيوت خالص. وانتوا ماشيين هتشموا ريحة العيش اللي لسه طالع طازة من الفرن. نيجي بقى للجزء اللي انا حبيته جدا، جزء الفطار. الفطار ده يكفي شخصين، وانا من رأيي ان هو يكفي اكتر من شخصين. فطير بالسمن البلدي والقشطة، ومعاه جبنة قديمة وعسل وبيض مدحرج وقشطة، كل ده ب240 جنيه بس. الفطير بيتعمل قدامك، ريحته تجنن وطعمه مش عايزة اقولكوا خطير. ونسيت اقول لكم كمان ان هو بينزل معاه كوبايتين لبن حليب سخنين من مزارعهم، طعمه يجنن. وعندهم كمان مشويات ومندي وصواني خطيرة، بتبدأ من اول 3 افراد لغاية 20 فرد، والاسعار برضو مش عايزة اقول لكم فظيعة. المكان ده بقاله 16 سنة بالجمال والحلاوة دي. هو انا لسه ما قلتلكوش انا فين؟ انا في مزرعة العاشر، وده بقى الجزء اللي انتوا هتحبوه جدا. هتجيبوا من هناك فطير مشلتت بالسمن البلدي وعيش ورقاق طري وبيتزا شرقي كمان. وده قسم منتجات الألبان، هتلاقوا هناك البيض وكل أنواع الجبن برضو من إنتاج مزارعهم. وأكتر حاجة مميزة عندهم قسم اللحوم، الذبح اليوم بيومه. كيلو اللحمة عندهم ب300 جنيه بس، وطعمها خطير. مش بس كده، عندهم بط ووز وفراخ، كله برضو من إنتاج مزارعه. تجربة حلوة قوي، انبسطت فيها في مزرعة العاشر من رمضان. باي باي يا قرود، هيجيلكم تاني.